طيب لو عاوز تبدأ مشروع جديد أو فكرة جديدة ومحتاج تسوق لها وتحسب لها صح، فأنت لازم تعمل أناليسز للماركت، ومفيش أحسن من إن أنت تعمل تيست الأناليسز. هيساعدك تفهم السوق والعميل اللي أنت عايز تبيع له منتج معين أو تقدم له خدمة معينة. بس إيه هو أصلا بيست الأناليسز؟ هو عبارة عن تحليل 6 عوامل موجودة في الماركت. أول حاجة هي البوليتيكال فاكتور، الظروف في العوامل السياسية دي في الدولة دي عاملة إزاي، من حيث الاحتكار والضرايب، المنطقة الحرة، كل دي عوامل لازم تاخد بالك منها وأنت بتبدأ أي بزنس بتاعك. تاني حاجة ايكونوميكال فاكتور، العامل الاقتصادي، سعر الصرف في الدولة دي عاملة إزاي، الدولة نفسها هل هي قوية اقتصاديا ولا ضعيفة. وطبعا الأحسن ليك إن أنت تبدأ في دولة مستقرة وسعر الصرف بتاعها كويس، وتبدأ بمنتج كويس زي مثلا منتجات أدوية الأطفال وأي حاجة ليها علاقة بالأكل عامة، بس مش أي أكل وخلاص، يعني ما تروحش تبيع برجر في الهند مثلا. تالت حاجة هي السوشيال فاكتور، اللايف ستايل بتاع الناس دي عاملة إزاي، الدولة نفسها وثقافتها، كل دي حاجات أنت لازم تحطها في عين الاعتبار عشان تبدأ تقدم ليهم أي منتج. يعني مثلا ما ينفعش تقدم أي لبس وخلاص في أي مكان، كل حاجة وليها حاجة. رابع حاجة ومن أهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها هي التكنولوجيكال فاكتور، عوامل التكنولوجيا في الدولة عاملة إزاي، هل هي بتدعم سرعة إنترنت زي 5G مثلا، هل هي عندها سايبر سيكيورتي كويس، ولا تتعب في الفكرة وتبني بيزنس كبير ويجي أي حد يسرقك وخلاص. فلازم نهتم بالتكنولوجيا. خامس حاجة هي الانفايرمنتال فاكتور، الدولة دي بتتعامل مع بيئتها إزاي، هل هي بتدعم البصمة الكربونية مثلا، فما ينفعش تستخدم أي مكنة أو أي حاجة بتطلع دخان لأن ده ممنوع بقوانين في الدولة، فده برضو عامل لازم تاخد بالك منه. آخر حاجة هي الليجل فاكتور، قانون الدولة عامل إزاي، التراخيص والتصاريح، لو محتاج تمويل من الدولة هتتعامل معاك إزاي لو حد نصب عليك، وإيه أصلا قانون حماية المستهلك في الدولة دي. فدي كلها عوامل لازم تاخد بالك منها. بس هل دي بس العوامل اللي المفروض تاخد بالك منها؟ الحقيقة لأ. شوف الفيديو الجاي وهقولك على تاني حاجة ممكن تعملها. سلام عليكم.